هل دايما بيكون التفوق العسكري الكاسح سبب للفوز بالحرب؟ للوهله الاولى ممكن تقول طبعا، ولكن اسمح لي اقول لك ان الاجابه لا خالص، ومفيش اي ضامن للفوز بالحرب. انا مصطفى الغريب وده سؤال. خلال فتره الخمسينيات الولايات المتحده الامريكيه دخلت حرب فيتنام لدعم فيتنام الجنوبيه. التدخل الامريكي في البدايه كان مقتصر على ارسال الاعتداء العسكري والخبراء العسكريين قبل ما الموضوع يتطور ويرسلوا الاف من الجنود لساحه المعارك. وفي ابريل سنه 69 اتقدر عدد الجنود الامريكيين الموجودين على الاراضي الفيتناميه باكثر من نص مليون عسكري. وفي تقرير قال ان عدد الجنود الامريكيين اللي اتبعتوا للحرب من بدايتها في 64 لحد 73 وصل ل 2.7 مليون جندي. المهم بقى يا سيدي، امريكا اقوى دوله في العالم وكمان اقوى سلاح، وفيتنام انا مش محتاج اقول لك وضعها كان عامل ايه، كفايه ان اقول لك ان مش كتير يعرفوا هي فين على الخريطه اساسا. المهم بقى على الورق المفروض الموضوع محسوم. انت متخيل ان امريكا بعت العدد ده كله من الجنود وبتستخدم السلاح اللي تتخيله او لا تتخيله، وكل ده قصاد افراد عاديين مش جيش عملاق مصنف يعني. المهم بقى انها بكل المقاييس وعلى الورق معركه غير متكافئه تماما، ولكن اللي حصل تاريخ. الفيتناميين عملوا سلاح وقفت قدامه القوة الأمريكية الجبارة بطياراتها وقذائفها وصواريخها وقنابلها، وشافوا هناك اللي عمرهم ما هينسوه طول تاريخهم. السلاح ده كان ايه؟ الأنفاق. الفيتناميين عملوا أذكى وأعقد شبكة أنفاق في العالم. هم كانوا مدركين انهم ما عندهمش أي فرصة لمواجهة الجيش الأمريكي بشكل مباشر، فقرروا انهم يستغلوا أرضهم اللي حافظينها وعملوا الأنفاق اللي كانت مرعبة بشكل لا تتخيلوه، واتحفرت على أعماق 20 متر تقريبا. ولو عايزين نكلمكم عنها بشكل مفصل اكتبوا لي في التعليقات وهعمل لكم حلقة مخصوص عنها. المهم زي ما قلنا الجيش الأمريكي ما قدرش يتغلب على أصحاب الأرض، واتهزم هزيمة ساحقة وخسر في الحرب دي 58,000 جندي واكتر من 150,000 مصاب. وكمان الولايات المتحده خسرت 738 مليار دولار صرفتهم على الحرب. لما بتيجي تسمع القصه دي وتشوف اللي بيحصل في غزه هتلاقي تقريبا نفس الفكره، انفاق قصاد جيش مسلح باحدث الاسلحه الامريكيه، واللي هو على الورق المفروض الموضوع محسوم. ولكن هنا اهو عدى اكتر من 70 يوم بنشوف الاحتلال كل يوم بيخسر اعداد كبيره من جنوده والياته، ده بجانب الخسائر الماديه الضخمه لدرجه ان في وحدات عسكريه بحالها سحبوها من على الارض، وده بسبب اللي تعرضوا له. ده بجانب انهم ما عرفوش يحرروا الاسرى ولا يمسكوا قاده حماس ولا يدمروا الانفاق. فهنا بتعرف ان الحق دايما منتصر والارض بتقف في صف اصحابها مهما كانت المعايير او الحسابات، وانها مهما بلغت قوتك مش هتقدر على صاحب الارض. سلام.